إيكوبريس اليوم كتواجد في فعاليات الأبواب المفتوحة لشركة النقل واللوجستيك المقام بدار العرض لشركة بون غوت أوتو المتواجدة بتراب جامعة كزناية، وهو المعرض الأول من نوعه الذي يقام في هذه المنطقة اللوجستيكية، وهو المعرض فيها كذلك النقل واحد الطفره، واحد النوع ديال التكتل ديال مجموعه من الشركات ومن المقاولات الصغرى والمتوسطه في مجال النقل الوطني والدولي. هذه الاليات الصغيره الالكترونيه في هذا النقص ديالها اثرت على المقاولات الصغرى. كذلك هاد الاشكاليه ديال الصراع الروسي الاوكراني جعل ايضا انه ارتفاع الصاروخي للكربيرون او الغازوال ادى الى رفع تكلفه النقل. والان هذه الشركات اللي تشتغل في النقل الدولي والوطني محتاجه لواحد المنبر. حنا حاولنا سماع صوت هذه المقاولات اللي تنادي الحكومه باخذ تدابير مستعجله من اجل انقاذ هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي وقطاع عنده مستقبل وتيتمشى يعني بالتوازن مع التوجيهات الملكيه الساميه من اجل خلق واحد المنطقه لوجستيكيه تمتد من اوروبا في اتجاه المغرب عبر الشمال الى تخوم افريقيا. هذا الشعار في الحقيقه احنا كفريق اللي نظم هذه الابواب المفتوحه كانت واحد النوع ديال المعارض بانه يعني الوقت الحالي لا يسمح بتنظيم هذه نظرا لهذه الريستريكسيون ديال الكوفيد 19. هذا يعني
عدم تواجد واحد النوع ديال السلع، يعني كان واحد النقص في السلع لا من ناحيه الشاحنات ولا السيارات ولا الاليات، وكذلك هذا الارتفاع الصاروخي ديال الغازوال، فالظروف غير ملائمه. ولكن بغينا نبرهنوا بانه المقاولات الصغرى لديها ما يكفي من الشجاعه، لديها ما يكفي من المرونه، من مسايره الوقت. إذا كانت هناك مناعة صحية فهناك أيضا مناعة اقتصادية. هذه المناعة الاقتصادية تتمر بقوة المقاولات الصغرى وإعطائها الفرصة لكي تتنمى. صحيح في هذا الكوفيد هناك مقاولات صغرى التي غادرتنا مع الأسف، يعني كان عندها مثلا إما نقص في التمويل ولا عندها واحد لا ستركتور فينونسيير ماناجيريال كي ني با ديزون افيكاس. هادو غادرونا وخلاو موراهم عدد من البطاله. ولكن كذلك هناك مقاولات اللي برهنات على تصدي هذا الزلزال اللي واجه في 3 المراحل. اولا الكوفيد 19، ثانيا انعدام هاد لي سيمي كوندكتور اللي اثر على المنظومه ديال الانتاج في جميع المواد، اللي ادى بيان سور لواحد الغلاء ديال الاسعار. بالاضافه هذا الشيء ما قدش زادتنا دابا هاد الازمه الاوكرانيه الروسيه اللي كان من النتائج ديالها المباشره هو الارتفاع الصاروخي المحروقات اللي تيمثل من 35 حتى 40% في التكلفه ديال الكيلومتر ديال النقل. هنا تنتكلموا باسم جميع النقاله اللي هما غيورين على هذا الميدان باش يضاعفوا هاد النداء للحكومه وللوزير الاول السيد اخنوش عزيز اخنوش باش حكومه صاحب الجلاله تاخذ تدابير مستعجله من اجل انقاذ وصياغه اخرى للنقل الوطني والدولي. يعني رابطه واحده، احنا عائله واحده مجموعين بجميع يعني انواع الماركات ديال الشاحنات مع النقاله. ولكن شكون اللي بقى خدام في هذيك لابارتي في ديك الوقيته ديال الكوفيد؟ النقاله يعني بقاو خدامين. ونأكد لك بانه ملي كانوا يعني السائقين المغاربه تيقطعوا الجزيرات كان تيتم التصفيق ديالهم على مدار ديال الطرقات اللي كانوا تيمروا منها، لانه كانوا تيمولوا اوروبا يعني بجميع من انواع ديال الخضار وبجميع انواع ديال الفواكه ولا بالحاجيات الاساسيه. كذلك يعني هذا هو القطاع اللي ما وقفش، ورغم المشاكل الصحيه اللي كانت ورغم المعاناه يعني خداو هذاك لو ريسك وخداو هذاك المخاطره وقاموا بالمجهود ديالهم. هما اليوم تيطالبوا يعني بارجاع الدين.